ان هم رايحين فعلا عارفين مكانه تحديدا ولا بيدور كابن عمته ولا ايه؟ استاذ عبد العظيم اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين عليه الصلاة والسلام. أولا أنا بنتقدم بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وإلى أهل الصالحية جميعا، وبنتقدم لهم بالشكر على الحفاوة اللي استقبلونا بيها النهاردة في قعدة الصلح. أما من جهة الصلحية اللي هي قرية حسين، بنتقدم ليهم جميعا بلا استثناء بخالص الشكر. طب ماذا تم اليوم ماذا تم اليوم في الجلسة العرفية؟ بس حضرتك خدتني للجلسة العرفية مباشرة وتركت الجزء الأول كشاهد عيان. هل حضرتك شاهد عيان على الجلسة العرفية ولا على الواقعة نفسها؟ على حضرتك أنا باخدك للجلسة لسبب لأن هي حدث اليوم، ومش باخدك للجلسة على إنها حدث اليوم بس، أنا باخد حضرتك للجلسة عشان قبل ما أعمل أي حاجة لازم أقدم الشكر لأهل الشكر، طيب. لأهل العرفان، لأن الناس دول أكرمونا بحفاوتهم وكرمهم وحسن خلقهم، فلازم اقدم لهم الشكر اولا، ثم بعد كده اقول لك ايه اللي حصل. اولا حضرتك الواقعه بالنسبه لموضوع بلال والولد حسين وممدوح، حسين وممدوح هم اللي ارشدوا على مكان الولد، هم اللي ارشدوا على مكان بلال فين، وبلال كان مدفون اصلا في بيت ممدوح. ايوه، ما هو يعني ارشدوا على مكان بلال بعد ما توفى. بعد ما توفى، طيب يعني لان وكانوا بعدين مدفون في بيت ممدوح. في بيت ممدوح، يعني هو كان اتوفى ودفنوه كمان. ايوه. مين وهم كانوا موجودين مع الحاج سعيد في البيت؟ ما هو ميت قبل ما يجوا هم. بلال ميت قبل ما يجوا هم الاخوه. طب يعني كيف تمت عمليه القتل؟ دي بقى عملية القتل تمت ازاي احنا ما نقدرش لان ما شفناش، عشان انا اقول دلوقتي تمت ازاي. وكل الواقعة اللي احنا عرفنا بيها ان بلال مدفون في بيت ممدوح. العقلاء من اهل القرية اتجهوا الى بيت ممدوح عشان يشوفوا الواقعة فين ممدوح هناك. دوروا على بلال في المكان، في البيت اللي هو فيه بيت ممدوح، ما لقوش بلال. هم رايحين. مين اللي قال لكم ان هو في بيت ممدوح؟ يعني حسين هو اللي اقر ان هو في بيت ممدوح. وممدوح